ثلاثه ديال العوامل اللي كتحكم لينا في الغلاء ديال البصل. خاصهم يشوفوا الاكتفاء الذاتي ديال المواطن، يشوفوا الاكتفاء اللي غيخص المواطن ديال البصل، ومن بعد شي حاجه زايده هي اللي تصدر. الخضره راه هي هادي، مره طالعه مره هابطه. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم وكل عام وانت بخير. علينا وعليك استاذ. بارك الله فيك. شحال المده وانت كتبيعوا شي في البصله؟ 8 سنوات دابا. 8 ديال السنين. 2015. داير الحرام. والحمد لله كل عام وبرزقه، عام ماشي بحال عام. في هاد الشهور الاخيره وفي رمضان وقبل رمضان البصله غاليه، علاش غاليه؟ واش قليل الانتاج ديالها ولا؟ كاينين هنا ثلاثه ديال العوامل اللي كتحكم لينا في الغلاء ديال البصل. من بينهم العامل الاول هو التصدير، هي سبب من الاسباب ديال ارتفاع هو العامل الرئيسي. هو التصدير. عوامل كيجي من وراء العامل الثاني هو قله الماء. فكل مثلا كان الماء بواحد الكثره واخا يكون التصدير ما يكونش حد مشكل، ملي كيكون قله الماء والتصدير كيولي يبان المشكل في السوق، كيولي طلب اكثر من العرض. يعني الانتاج ديالها كيولي قليل. نعم. ولا بغينا مثلا الحلول باش ما نطيحوش في هذا المشكل هذا، باش ما يعانيش المواطن المغربي، راك عارف كيحتاج البصله خصوصا في شهر رمضان. هو نبعدوا على المواد اللي كتاخذ واحد التكلفه ديال الماء بزاف، نعوضهم بالبصل والبطاطس. مثلا عوض نديروا الدلاح، الفريز، فواكه اللي كتاكل الماء بزاف نعوضوها بالاساسيات اللي هما البطاطس والبصل والطماطم. منين كتجيبوا نتوما البصله؟ من منطقه ديال مكناس، الحاجب، افران، هذيك المناطق. مثلا بشحال كتجيبوها نتوما؟ هاد الوقيته هادي الوقيته دايره 11 درهم عند الفلاحه برا. 11 درهم تما. زائد السعر ديالكم 12 ريال السعر في الكيلو. خاصهم يشوفوا الاكتفاء الذاتي ديال المواطن، يشوفوا الاكتفاء اللي غيخص المواطن ديال البصل، ومن بعد شي حاجه زايده هي اللي تصدر. دابا كاين اقبال عليها شويه؟ اقبال عليها؟ لا، مثلا دابا ولات البصله الخضاريه دابا هي اللي شويه ولا على الاقبال. دابا واخا دابا غاليه ما بقاش على الاقبال بزاف. يعني كيعوضوها بالبصله الخضاريه؟ في هذه الوقيته هذه في شهر 3 شهر 4. دابا دوك السقاطه اللي كانوا كيجيو عندكم نتوما كياخذوا مثلا 5 صنادق 6 صنادق 10 صنادق، مابقاوش كياخذوا بحال هكا؟ ولا كياخذ صندوق في يومين 3 ايام. يعني الناس مابقاوش كيستهلكوا ما بقاش كيستهلكوها بزاف، غير عندنا هنا في الدار البيضاء. اما عندك منسله، قنيطره، المدن الاخرى من منسله، الرباط، القنيطره حتى لطنجه مازال كيستهلكوا الكرمه، ما ياكلوش هاد البصله الخضاريه حتى تكرم لها الورقه ديالها. هما ما كياكلوهاش هذيك المناطق من زمان، هما ما كياكلوش البصله الخضاريه حتى كتكرم لها الورقه ديالها. وعندك هنايا من الدار البيضاء عاوتاني السوق ديال العروبيه اللي مجاوره للدار البيضاء ودكاله العبده، دابا مابقاش ياكلوا كركوبه، دابا كياكلوا غير الخضاريه. يعني كاينه منطقه وحده اللي كتجي منها هي منطقه ديالنا وحده؟ هي منطقه ديالنا واحد مكناس، حيتاش الجو ديالها ديال المنطقه ديال مكناس كيسمح البصله تصبر حتى لهاد الوقيته هادي، حيتاش هاد البصله هادي راه الانتاج ديال 2022 ماشي 2023. من شهر 8 ديال 2022 كتبقى حتى لهاد الوقيته هادي. شحال كدوز ديال الوقت باش توجد مثلا متى غتكون واجده هذه جديده دابا ديال هذا العام؟ ديال هاد العام باقي لها شي شهرين ونص توجد ان شاء الله. عاد تقدر تنزل تولي نبيعوا فيها هنايا ب 30 ريال ولا 36 عاوتاني. شكرا لك ورمضان كريم. شو تقول المغاربه بمناسبه رمضان؟ كنبغي نقول لهم يصبروا وصافي، حيت الخضره راه هي هذه، مره طالعه مره هابطه. يشوفوا شي حوايج اخرين اللي كيطلعوا ما كيهبطوش، اما الخضره راه شهر بشهر، شهر ماشي بحال شهر في الثمن ديال. رمضان كريم لجميع المغاربه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.